إذا السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا خطة تسويقية بسيطة على الفيسبوك، باش تخدم المحتوى ديالك بواحد الشكل منظم. غادي نشوفوا غنشوفوا شنو معنى البوست، شنو معناتها الريلز، وشنو معناتها الستوري، وفي الاخر غنشوفوا كيفاش كنديروا اعلان ممول. اعلان يعني كتخلص عليه في الفيسبوك، كتسمعوا الادز، يعني كيفاش كدير هذاك الاعلان. شنو هما المسائل اللي كتاخذ بعين الاعتبار قبل ما دير داك الاعلان؟ يعني شنو هما الكرياتيف اللي اللي غترشحهم باش يكونوا في الاعلان ديالك المدفوع. وفي الاخر غادي نشوفوا واحد المثال ديال مثلا هذاك الشيء اللي شفناه في النظريه غنشوفوا في التطبيقي، كيفاش نديروا البروموسيون لواحد المنتوج مضاد لتساقط الشعر. اذا غنبداو اول حاجه غنبداوها هي خاص تكري يكون عندك ديجا بروفيل في الفيسبوك. هاد المسائل هادو الناس كلشي كيعرف يديرهم. ملي كتبغي دير مثلا شي مشروع على الفيسبوك، خاص دائما تكون عندك تكري واحد الصفحه. اذا باش كتكري الصفحه في الفيسبوك، مثلا انا عندي الكونت البروفيل الكونت هو هذا، والصفحه ديالي مثلا سميتها صحه الجمال. هاد الخط ديال هاد الطريقه كيفاش كتكري البروفيل والباج هادو يقدر ديرهم بالذكاء الاصطناعي بطريقه جد سهله. دونك ما غندخلش في الديتاي، غادي نعتبروا بان ديجا وغندير فيديوهات كيفاش تكري باج ديال الفيسبوك، كيفاش تكري كونت في بروفيل في الفيسبوك بطريقه صحيحه. آه، دابا اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو هو الخطط التسويقيه البسيطه، وكيفاش غنستعمل ادوات الفيسبوك باش ندير تسويق لواحد المنتوج ديالي. اذا كندخل للصفحه ديالي، اذا كتلاحظوا هنايا هذه الا بغيت نرجع للبروفيل كنرجع ليه بهذه الطريقه، الا بغيت نمشي لصفحه البروفيل كنمشي ليه بهذه الطريقه هذه. مثلا دابا هنا على في لاباج ديالي سميتها سحر الجمال. باش نبدا هذه الخطه التسويقيه اللي بغيت نقول لكم، كتمشي الميتا بيزنس سويت. هاد ميتا بيزنس سويت هنا غادي ندير نشوفوا الفرق ما بين هذوك ثلاثه تاع العناصر اللي قلت لكم. بمعنى غتشوفوا كيفاش نكري واحد البوست عادي، كيفاش نكري الريلز، كيفاش نكري ستوري، وكيفاش نحلل المشاهدات ديالي. اذا اول حاجه غادي نبداو بواحد الكرياسيون ديال واحد البوست عادي. باش تكري بوست عادي كتكليكي على هنا كريي اون بوبليكاسيون. نقدر نكتب البوبليكاسيون اللي بغيت نديرها، وكنقدر هنا نزيد ندير بوبليكاسيون. الانواع ديال لي بوبليكاسيون اللي كاين في الفيسبوك، يا اما نقدر نكتب تكست بوحدو، يا اما نقدر نكتب تكست و ايماج، يعني غنجي هنا غنختار واحد التصويره، يا اما نقدر نكتب تكست ونزيد معاه فيديو، ولا نقدر نجمعهم بثلاثه، يعني تكست ايماج وفيديو نديرهم كاملين في بوبليكاسيون وحده. ملي كنسالي لا بوبليكاسيون ديالي كنقدر ندير بوبليي سور فيسبوك، اولا ندير تيرميني بلو طار الا كنت باقي ما متاكدش من شي امور، بغيت اونجستري هذاك الشيء اللي كتبت دابا حتى نجي مثلا غدا ونكملو، نقدر ندير تيرميني بلو طار. هذه كيفاش كتكريي واحد البوست عادي. قبل ما نمشيو نشوفوا، غادي ندير ابوندوني الموديفيكاسيون. قبل ما نمشيو نشوفوا الريلز والستوري والديريكت حتى هو، غادي نشوفوا الطريقه كيفاش كنقدروا نبروغراميو بزاف لي بوست. هاد الطريقه هاد المساله مهمه بزاف. غادي نمشي لاجوندا. علاش مهمه؟ لانها غتمكنك باش تدخل الفيسبوك غير مثلا نوبه في السيمانه وتبروغرامي جميع مثلا هذاك الشيء اللي بغيتي دير، وما تبقاش تدخل يوميا. يعني ما كانش عندك الوقت، هذه المساله هذه كنستعملها انا بزاف. كي كتلاحظ دابا مثلا هنا انا عندي كالوندريي مثلا من الديمونش حتى الاول حتى الاخر ديال الشهر عندي دي بوبليكاسيون بروغرامين. مثلا حنا لو بغينا نشوفوا مثلا باش ندير واحد لا بروغراماسيون رابيد، يعني بالزربه بروغرامي لي بوست تاعي باش ما ياخذوش ليا حتى هاد 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 لا فاز هادي ولا هاد المرحله ما تاخذش ليا الوقت بزاف. نقدر نجي لشات جي بي تي
ونقول ليه مثلا مثلا جو سويت افوار مثلا 3 بوست فيسبوك pour مثلا promouvoir un produit contre مثلا la chute des cheveux. Écrit en arabe. Écrit en arabe. اذا نقدر نجي للذكاء الاصطناعي هنا نستعين بشات جي بي تي يعطيني المنشور الاول باش ما نضيعوش الوقت. غادي ناخذ مثلا المنشور، تقدر ديرو منشور صغير ولا كبير، تقدر تهز هاد لو تكست هكا كوبيي. كنجي لهنايا مثلا غادي نبروغراميوه مثلا غدا مثلا، كتجي كتكليكي هنا، كتكليكي هنا عفوا، كتجي كتكليكي هنا بروغرامي، كدير بروغرامي اون بوبليكاسيون. من بعد هنا غادي نختار هاد لا بوبليكاسيون فوقاش بغيت نبوستيها، نقول لي مثلا غدا مع العشرة. تقدر هنا تبدل، تقدر مثلا ندير ليه مع مثلا 9 كتكون الناس مثلا كيكونوا الناس مرتاحين مثلا جايين من الخدمه وكيكون الاودينس كتكون فيها الناس بزاف. هنا هنا كتقدر، هنا درت فيها انستغرام، نقدر ندير حتى في الفيسبوك، حيت ملي كيكون عندك حتى هذه المساله غادي نوريها لكم كيفاش تليو الكونت ديال الانستغرام مع الكونت ديال الفيسبوك، ويمكن لكم تبوستيو في الانستغرام وميم طون تبوستيو في الفيسبوك في دقه واحده بلا ما ديروها كل واحده بوحدها. اذا دابا هنا مثلا نقدر ندير اونجستري هكا، وكيجي لي هنا كنقدر ندير التكست تاعي، يعني مثلا هادشي اللي كوبيتو هنا نحطو هنايا صافي، وكندير بروغرامي بور فيسبوك. انا دابا صيبت الاولى، نقدر بهذه الطريقه هذه نهز ندير الثانيه ندير الثالثه. منين كنبغي ندير لي بوست دونك غادي ندير لي ابوندوني. تقدر دير واحد الطريقه سهله، تقدر انك تبدا بلي بوست غير الكتابيين. علاش؟ باش تخلي الكونت تاعك ديما اكتيف، ديما يعني ديما كتبوستي. من بعد فاش تولي يعني هاد الطريقه ما تبقاش تاخذ لك الوقت بزاف، تقدر مثلا تزيد طريقه اخرى، هي انك تبوستي دي بوبليكاسيون وتزيد فيهم ايماج، حيت ليماج كتكون مثلا بلو دير فيها التكست وزيد فيها ليماج باش ليماج تجيب لك التفاعل اكثر. كيف ما داير دابا انا هكا، داير دي بوبليكاسيون فيهم تكست وفيهم ايماج. الا دخلنا مثلا نشوفوا هذه البروغراميه غدا، كتلقى مثلا هنا داير البوبليكا، داير ليماج وداير البوبليكاسيون داير التكست وداير ليماج. اذا هذه طريقه، هذا دابا المحور الاول ديال اللي كيتعلق بالبوبليكاسيون ديال لي بوست. نشوفوا غادي نشوفوا دابا المحور الثاني اللي هو الريلز. ما معنى الريلز؟ غادي نرجع للاجندا ديالي، ندير بحال غادي ندير واحد البروغراماسيون. غادي نجي لهنا مثلا ندير بروغرامي، هنا ما نختارش بوبليكاسيون دونك عرفنا شنو هي بوبليكاسيون، غنختار بروغرامي ان ريال. الريال شنو هو؟ الريال هو عباره على واحد فيديو قصير. كتلاحظ هنا تقدر اجوتي دي فيديو هنايا، وهنا كتقدر دير التكست تاعك. ولكن المهم عنده في الريال هو ساعه فيديو قصير ما كيتراوح ما بين 15 حتى ل 60 ثانيه، كيكون فيه الحركه والصوت. تقدر مثلا تحط فيه شي حاجه نكته خفيفه. الهدف ديال هذا الريال هو تجيب تفاعل كبير وتوصل للناس جدد. اذا هذا هو الريلز. دونك تقدر ديرو حتى هو تبروغراميه بحال كتبروغرامي ان بوست. دونك غادي نرجع باش نوريك ستوري، الفرق ما بين الريلز والستوري. عاوتاني غادي نرجع مثلا لهنا اجندا، غادي ندير نوفو وغنختار هنا ستوري. الوغ دير ستوري تقدر دير كل نهار ولا يومين كدير ستوري. ستوري شنو كدير فيها؟ كتشارك الكواليس ولا كتشارك رأي المتابعين ولا حتى التصويتات ديالهم. الهدف ديال الستوري هو انك كتبقى حاضر في بال الناس وكتزيد تقرب من الناس. اذا هنا كتلاحظ هنا كدير فوتو فيديو، كتكون مختلفه على البوبليكاسيون، مختلفه على الريلز. دونك حنا دابا لحد الساعه شفنا ثلاثه ديال لي زوبجي ولا ثلاثه ديال واحد لي زوبسيون اللي تقدر دير بهم تبروموتو بهم البرودوي ديالك. اذا شفنا بوبليكاسيون، شفنا الريال، شفنا ستوري. دابا منين كتسالي، منين كتطلق كدير هاد المسائل هادو، غنقولوا واحد السيمانه ولا 2 سيمانات، المساله المهمه هي انك خصك تمشي تشوف لي ستاتيستيك. هنا مثلا كيعطيك لي ستاتيستيك ديال
كل بوبليكاسيون شحال ستوري شحال درتي فيها. كيعطيك كاع المعلومات على حسب انت لي بوست اللي داير. مثلا انت علاش مهمه هذه المساله هذه؟ مهمه علاش؟ لانك بهذه الطريقه هذه كتعرف ترجح الاعلانات اللي غتكون مدفوعه. يعني مثلا درت واحد 10 ولا نقولوا 20 مثلا بوست، درت 20 بوست بوبليكاسيون دو تيب بوست فيسبوك، درت 20 بوبليكاسيون دو تيب ستوري، درت 20 بوبليكاسيون دو تيب ريال، يعني دي ريال. من بعد فجيت نشوف لي ستاتيستيك لقيت بان مثلا واحد 5 لي ريال دخلوا ليا، داروا لي التفاعل بزاف، وداروا لي والناس كتبوا وتفاعلوا معاهم، وكانت نسبه المشاهدات ديالهم بزاف. كناخذ هذوك لي كرياتيف اللي خدمت بهم في لي ريال هما اللي كنديرهم في الاعلان المدفوع. اذا هذه هي الطريقه كيفاش يمكن لك تدفع الفلوس ديالك في الاعلان بلا ما تخسر بزاف. يعني كتكون ديجا تيستيتي واحد لي كرياتيف. الكرياتيف تكون يا اما تكست يا اما تكست وايماج يا اما تكست وايماج وفيديو، هادو هما لي كرياتيف. وانت من بعد فاش كتشوف التفاعل الناس ديال دوك الكرياتيف كديرها كتولي مدفوعه. هاد الاعلان المدفوعه غنشوفوها في واحد الفيديو خاص باختصار، ماشي شي حاجه صعيبه. الاعلان المدفوع فهو سهل جدا، غنشوفوه في واحد الفيديو بسرعه. في هذا الفيديو اللي مهم بزاف هو تعرف هاد الاربعه ديال المسائل اللي شفناها في الفيسبوك. اذا جينا نشوفوا واحد مثلا المثال ديال مساله اخرى قبل ما نمشي للمثال، هو انك فاش كتكري هادوك لي ريال ولا ولي بوست تاعك في الفيسبوك، حاول تخاطب الناس بلغه ديال مثلا على حسب الاودينس اللي انت كتبغي تخاطبها. مثلا كنتي مثلا غادي تخاطب المغاربه، خاطبهم باللغه الدارجه، وكون مثلا واللغه تاعك تكون بسيطه، ومن الاحسن تكون صور واقعيه ومحتوى فيه الثقه. واللي مهم عاوتاني هو انك فاش كتبوستي كدير دي بوست ولا دي ريال خصك تجاوب الناس وتجاوب التعليقات وتبقى محترم مع الناس. هادو هما انا بالنسبه لي النصائح الذهبيه باش يقدر تزيد في التفاعل ديال لي بوبليكاسيون ديالك ولا المسائل الاخرى مع الاودينس ديالك. هادو هما المسائل المهمه جدا. اذا شكرا على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. شكرا.